السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وبرنامجكم بلاي ميكر. النهارده ان شاء الله هنلخص مع بعض مباريات دوري الابطال اللي تمت النهارده. كان في النهارده 6 مباريات هنلخصهم بصورة سريعة. هنبدأ اول مباراة ليفربول وميلان اللي تمت في ايطاليا على ملعب سان سيرو. ارني سلوت بدأ النهارده اللقاء بتشكيل مكون من أليسون بيكر في حراسة المرمى، وارنولد ظهير ايمن، فان دايك وكوناتي ثنائي الدفاع، تسيميكاس ظهير ايسر، ثلاثي خط الوسط ماكاليستر وجرافن بيرش وسوبوزلاي، وثلاثي الهجوم صلاح وجوتا وجاكبو. النسلوت عمل تغييرين عن اخر تشكيل ليه في الدوري، دفع بتسيميكاس مكان روبرتسون ودفع بجاكبو مكان لويس دياز. المباراة بدأت بهدف مبكر من ميلان في الدقيقة 3 عن طريق بوليسيتش، وكل الناس اعتقدت ان المباراة خلاص رايحة في طريق الميلان وان ليفربول بدأ سلسلة هزائم بعد نوتنغهام فورست في الدوري، ولكن ليفربول تعافى بسرعة وبدأ يمسك الكرة وبدأ يهاجم وبدأ يبقى ليه خطورة. والصراحة الحظ عاند محمد صلاح في كرة خبطت في العارضة في الدقيقة 17. بعد كده كوناتي من رأسية رائعة في الدقيقة 23 قدر يحرز هدف التعادل لصالح ليفربول، وبدأت فرص ليفربول تتوالى. فرصة ضايعة من جوتا في الدقيقة 25، ثم كرة تانية من صلاح في العارضة في الدقيقة 29، ومن تسديدة أخرى لصلاح في الدقيقة 39 أخرجها الحارس ماينان حارس الميلان ضربة ركنية، وقدر إن هو يسجل من خلالها فان دايك هدف التقدم الثاني لصالح ليفربول. وفي الدقيقة 51 كان في منعرج تاني في المباراة وهو إصابة الحارس ماينان وخروجه مصابا. بعد كده سوبوزلاي في الدقيقة 67 من صناعة مميزة من جاكبو قدر يوسع الفارق ل 3-1. وبعد كده بعد ما سلوت اطمن على نتيجة المباراة عمل عدة تغييرات. نزل لويس دياز مكان جاكبو في الدقيقة 68، نزل نونيز مكان جوتا في نفس الدقيقة، ونزل جوميز مكان ارنولد في الدقيقة 79، وفي اخر دقيقة نزل وتارو اندو مكان ماكاليستر، ونزل كمان كييزا مكان صلاح في الدقيقة 90. الحقيقة بداية مميزة لأرني سلوت في دوري الأبطال مع ليفربول، ولكن نحذر وناخد بالنا من اداء ارني سلوت مع ليفربول، لان النهارده الميلان فتح اللعب وكان فيه مساحات زي الفرق اللي كسبها ليفربول في الدوري، ولكن الفرقه الوحيده اللي السنه دي قفلت على ليفربول وعملت تكتل دفاعي وهو نوتنغهام فورست. كان ليفربول عاجز امام التكتل الدفاعي لنوتنغهام فورست. الحقيقه منتظرين مباراه تانية لارني سلوت يكون فيها تكتل دفاعي عشان نشوف بقى الحلول اللي هيقدمها لكتيبه ليفربول. تاني مباراة معانا وهي مباراة ريال مدريد وشتوتجارت اللي تمت في اسبانيا في ملعب ريال مدريد سانتياغو برنابيو. بدأ النهارده انشيلوتي بتشكيل ريال مدريد مكون من كورتوا في حراسة المرمى، ولويس فاسكيز في كارفاخال، رودريجو وميندي في الدفاع، روديجير، تشاوميني، فالفيردي وبيلينغهام في وسط الملعب، والهجوم امبابي وفينيسيوس جونيور. الحقيقة المباراة النهاردة كان أغلب فتراتها خطورة كبيرة جدا من نادي شتوتجارت اللي بدأ بضغط عالي على ريال مدريد واستطاعوا الوصول للمرمى بأكتر من كرة خطر، وضاعوا هدفين محققين على الأقل في أول ربع ساعة، وكمان كرة في العارضة في الدقيقة 27. الحقيقة أداء ريال مدريد غير مطمئن بالمرة، سواء في آخر ماتش ليهم في الدوري قدام ريال سوسيداد أو النهاردة قدام شتوتجارت، ولكن بيعرف يكسب. ريال مدريد بيعرف يكسب بخبرة اللعيبة اللي موجودة، بخبرة مدربهم أنشيلوتي، بيعرف يكسب وبيعرف يقلب المباراة لصالحه ويرجع في الوقت المناسب. نزل قدر ميليتاو مكان لوكاس فاسكيز في الدقيقة 46 عشان يظبط الخط الخلفي. الحقيقه استطاع كيليان امبابي ان هو يسجل اول هدف ليه في دوري الابطال مع ريال مدريد في الدقيقه 46 بعد مسيره بالكره رائعه من رودريجو اللي يهدي الكره لمبابي قدام المرمى، اللي طبعا ما بيرفضش الهديه وبيسجل الهدف الاول لريال مدريد. بدأ بعد كده ضغط ريال مدريد وكرة في العارضة لفينيسيوس جونيور في الدقيقة 58. بعد كده رجع شتوتجارت تاني ضغط على ريال مدريد وقدر المرة دي في الدقيقة 68 انه يحرز هدف التعادل عن طريق رأسية دينيز اونديف.
بعد كده بدأ كارلو أنشيلوتي يتدخل زي ما قلنا وعمل سلسلة تغييرات. نزل مودريتش مكان تشاوميني في الدقيقة 69، نزل جولر مكان رودريجو في الدقيقة 75، كمان نزل فرانسيسكو جارسيا مكان مندي في نفس الدقيقة 75، ونزل أخيرا اندريك مكان بيلينغهام في الدقيقة 80. طبعا التغييرات نشطت ريال مدريد، وقدر في الدقيقة 82 روديجر ان هو من ضربة ركنية يرتقي فوق الكل ويحرز الهدف الثاني لريال مدريد. وفي الدقيقة 95 يعزز اندريك النتيجة بتسديدة من خارج المنطقة ليحرز الهدف الثالث ويخلص الماتش 3-1 لصالح ريال مدريد. زي ما قلنا ريال مدريد بيكسب بالخبرة، بيكسب بخبرة مدربه واللاعبين، ولكن الأداء عليه علامة استفهام. الكيمياء لسه ما ظبطتش ما بين مبابي وما بين فينيسيوس جونيور وما بين رودريجو وما بين بيلينغهام. على كارلو أنشيلوتي ان هو يتدخل يحاول يخلق الكيمياء اللي ما بينهم دي بأسرع وقت ممكن. ثالث مباراة معانا وهي مباراة بايرن ميونخ ودينامو زاغرب اللي تمت في ألمانيا في ملعب أليانز أرينا. والحقيقة بايرن ميونخ بيحسسني وبيحسس المشاهدين ان هو بيلعب كرة يد مش كرة قدم. النهارده بيكسب 9، اخر ماتش ليه في الدوري بيكسب 6. دي نتائج كرة يد يا بايرن مش كرة قدم. الحقيقة بداية كويسة جدا لكامباني مدربهم الجديد، ولكن نشوف بقى قدام الفرق التقيلة كامباني وبايرن ميونخ هيعمل ايه. اهداف بايرن ميونخ التسعة احرزهم هاري كين 4 اهداف، واحرز اوليسي الوافد الجديد هدفين، كمان رافائيل جيريرو احرز هدف، وساني هدف، وجوريتسكا هدف. بينما اهداف دينامو زاغرب احرزهم برونو بيتكوفيتش وتاكويا اجيوارا. نطير بعد كده على المباراة اللي بعدها واللي كانت ما بين اليوفي وايندهوفن، واللي انتهت بنفس نتيجة ليفربول وريال مدريد وهي 3-1. كأن الفرق النهارده متفقين على نتيجة 3-1. اهداف اليوفي النهارده احرزهم يلدر في الدقيقة 21، والحقيقة هدف اكثر من رائع من كرة R2 من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس بيس في ايندهوفن. كمان احرز ويستون ماكيني هدف في الدقيقة 27، ونيكولاس جونزاليز عزز بالهدف الثالث في الدقيقة 52. وبالنسبة لهدف ايندهوفن الوحيد احرزه اسماعيل صبيري في الدقيقة 90. نطير على المباراة اللي بعدها واللي كانت ما بين يانج بويز واستون فيلا، واللي استطاع استون فيلا انه يهرب من نتيجة 3-1 ويكسب بس 3-0 من غير الواحد. احرز اهداف استون فيلا تيليمنز في الدقيقه 26 عن طريق تسديده رائعه من داخل منطقه الجزاء. كمان الهدف الثاني احرزه جاكوب رمزي في الدقيقه 38 بعد اتاحه الفرصه المميزه اللي احتسبها له الحكم بعد ما حارس يانج بويز كان عرقل المهاجم استون فيلا، ولكن الحكم اداله اتاحه الفرصه، كمل جاكوب رمزي واحرز الهدف الثاني. كمان عزز الفارق اونانا في الدقيقه 86 عن طريق تسديده صاروخيه من خارج منطقه الجزاء. الحقيقه نتائج مميزه جدا لاستون فيلا بعد ما عملوا ريمونتادا في الدوري قدام ايفرتون وكسبوا 3-2. النهارده بيكسبوا في دوري الابطال 3-0. نختتم مبارياتنا باخر مباراه اللي كانت ما بين سبورتنج لشبونه البرتغالي وليل الفرنسي، اللي استطاع سبورتنج لشبونه ان هو ينهيها بالتقدم 2-0. ده كان ملخص لمباريات النهارده في دوري الابطال. بكره ان شاء الله في مباريات مهمه، في المان سيتي ضد انتر ميلان، في باريس سان جيرمان ضد جيرونا، في كلوب بروج ضد بروسيا دورتموند. اتمنى لحضراتكم مشاهده ممتعه والاستمتاع بليالي دوري الابطال، وما تنسوش ان شاء الله لو المحتوى اللي بنقدمه لاقى قبول حضراتكم ان انتوا تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير عشان يوصل الفيديو لاكبر قدر من المشاهدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، القاكم على الف خير.